السلام عليكم. فيلم جديد. الليله معانا عبد الله صاحبي شغال معايا في الاي تي. فانا هو عليكم السلام يا عبد الله. انا وعبد الله هندردش معاكم على موضوع الحياه المطلوبه منك لما تيجي امريكا جديد وعاوز تشتغل في الاي تي. فتسمع مني وتسمع من عبد الله برضه. احنا الاثنين شغالين في نفس المجال اللي هو اي تي ديسكتوب ادمنز. عبد الله، لو واحد جاء الاسئله جات كتير في الكومنتس تحت، اللي جاء عايز جاء امريكا جديد وعاوز يخش في الاي تي يعمل ايه؟ والاي تي اصلا محتاج شهاده. انا ما عنديش، اتكلمنا في الموضوع قبل كده، مش محتاج شهاده، محتاج سيرتيفيكت اي بلس ونتورك بس. عبد الله برضه ممكن يساعدنا يعني في الموضوع ده، برضه عنده خبره، اشتغل برضه في كذا حته. انا وعبد الله بقى لنا 6 سنين ولا 7 سنين شغالين مع بعض في المكان ده. شو رايك يا عبد الله؟ في ناس عايزه، عرب، سودانيين، مصريين، اردنيين جايين البلد الجديد عايز يتعلموا اي تي ويعملوا ايه؟ يلا. هي النقطة الأولى. إنسان جاي جديد لأمريكا عايز يخش الاي تي، ونقول ما عندوش انجليزي، ما عندهوش انجليزي، ما عندهوش ديجري، عايز يحاول يخش الاي تي. يلا، في بوزيشن زي دي لازم الحد يكون يعرف الموهبة بتاعته ايه، شو في الاي تي هو عايز يتعلم. اللي هو زي مثلا ديسكتوب، سيرفر، نتورك، حاجة زي دي صح؟ سايبر سيكيورتي، حاجات زي دي. design. في البداية خش اليوتيوب، علم نفسك، حاول تفهم البوزيشن بتاعت الاي تي اللي انت عايز تخش فيها، موهبة ايه، الحاجات اللي بيكون عايزين الناس يتعلموها ايه. يلا، لو انت مفروض يكون عندك ديجري ولا ما عندكش ديجري ما بتفرقش. في حاجات اسمها certificates اللي هي خصوصات في الاي تي، يعني ممكن تتخصص في حاجات specific في الاي تي، يعني مثلا بس networking او بس support للديسكتوبس او بس cabling او بس سيرفرات. all depends on الانسان عايز يتعلم ايه بالظبط. فشوف انت قاعد، انت روح في اليوتيوب وشوف انت عايز يعني دلوقتي انا وعبد الله ما بنشتغلش في السايبر سيكيورتي، ما بنشتغلش في النتورك، بنعمل حاجات بسيطه مع النتورك بس. احنا شغلنا عامه الترابل شوتنج، اللي هو اللي كل يوم بنيجي الشغل بيجي لنا تيكيتات، الماوس خربان، الكيبورد خربان، الشاشه مكسوره، اللابتوب الهارد درايف بتاعه مليان ومحدش قادر يعمل لاجن. دي الحاجات اللي بنشوفها احنا كل يوم. ولا مثلا الكمبيوتر ما فيهوش نت، بنشوف المشاكل اللي فيه. فاحنا ده شغلنا. بعد كده في النتورك عندهم موضوع دول لوحديهم، دول ده نتورك وسايبر سيكيورتي والسيرفر تيم والديتا اناليتكس، دول كلهم ناس تانية. فانت شوف انت عاوز تذاكر ايه بالظبط. بس نصيحه انا وعبد الله منا، يعني من تجاربنا احنا الاثنين جايين البلد دي في امريكا، مش امريكان احنا. انا لما جيت، وعبد الله يقول لكم القصه بتاعته، انا لما جيت اشتغلتها سيكيورتي زي اي واحد بيجي امريكا بيشتغل سيكيورتي اوفيسر، صح ولا لا؟ انا اشتغلت سكيورتي برضو، اشتغل سيكيورتي ورحت المدرسة وجبت الباتشلريوز والاسوشيت ديجري. في النهاية رحت وجبت سيرتيفيكات اللي هي بتساوي الديجري. مش لازم يكون عندك شهاده، يعني باشا 4 سنين، شهادة 4 سنين في الجامعة ولا أي شيء. ممكن تروح وتتعلم على نفسك في بروجرامات، في كورسات خصوصيات للسيرتيفيكات اللي هي ممكن تاخد السيرتيفيكت ولما تنجح فيها ممكن تلقى لك شغل في البوزيشن بتاعت السيرتيفيكت. يعني for example security، ممكن تعمل سيرتيفيكت بتاعت نتورك سيكيورتي، واول ما تاخد السيرتيفيكت وتنجح فيها ممكن تلقى لك شغلانات بيدفعوا فلوس كتيرة بالسيرتيفيكت، زي الانسان اللي بيروح الجامعة 4 سنين ويتخرج بتساوي نفس الوقت بس على اقل. يعني في 6 شهور ممكن تجيب السيرتيفيكت اسرع من 4 سنين في الجامعة وما تلقاش شغل. بالظبط. يعني دلوقتي انا وعبد الله بقى لنا 7 سنين هنا، انا ما عنديش شهاده، بس في ناس هنا عندهم شهادات
ما بيعملوش الفلوس احنا بنعملها، احنا بنعمل اكتر منهم. تاني حاجه، وعبد الله برضو يكون شاهد على الموضوع ده، الريكوايرمنت بتاعت الشغل دلوقتي يقول لك يكون عندك 4 سنين ديجري ولا 6 سنين ديجري ولا شهاده. امريكا راح تغير النظام ده، هيمسحوا الكواليفيكيشن. يعني ده اي شغل تقدم عليه يقول لك اكسبيرينس بس، ما فيش تاني شهاده، مش محتاج الشهاده دلوقتي، ما منهاش فايده بمعنى اصح. لا اكيد لو عندك دكتور بتاع محتاج شهاده، بس يعني التكنيكال سبورت اي تي سايبر سيكيورتي حاجه زي دي مش محتاج شهاده، محتاج بس سيرتيفيكيشن وبتاع. والحاجه دي ينفع تجيبها بعدين، صح ولا شو عبد الله؟ بس تكون زول فاهم وعايز يتعلم. لازم تكون عايز تتعلم وتكون حاجة موهبة ليك عشان تقدر تحسن من نفسك، تحسن نفسك وما تزهقش من الشغل. ايوه يعني بالظبط. بتكون عايز تتعلم لك حاجة بتخليك فرحان، مش حاجة تزهق منها بسرعة وتلقى نفسك أنا مش عايز أشتغل هنا. يعني حاجة بتخليك كل يوم عايز تجي الشغل، عايز تتعلم. يعني ممكن تخليك تبقى في بروفيشنال، ممكن تخليك تقدر تعمل علاقات مع ناس في الشغل، تروح لمرحلة تانية يدفعوا لك أكتر، يخطوك في بوزيشن أحسن. فلازم تكون زول موهب، عايز يتعلم، عايز يعرف. يعني جو جير، يعني نظام. يعني لينا نحن الاثنين عشان نقعد قدام الكاميرا دي ونقول لكم الكلام ده، معناه نحن رحنا ثرو مراحل قعدنا نفكر لحد ما وصلنا درجة ايه. يعني خلينا نساعد الناس التانيين بالفيديوهات دي، مش بس نيجي نتكلم معاكم for no reason. ايوه يعني لو يعني بنوريكم يعني تصرفات او طريقات نحن جربناها، نجحت او ما نجحتش، والنجح لنا بنجرب معاكم انتوا، نجربه معاكم، نديكم اي information we have. ايوه وان شاء الله ينفع الموضوع معاكم. فده الموضوع يا صاحبي، الاي تي مش محتاج شهادات، محتاج سيرتيفيكيشن. الموضوع سهل، الموضوع بجد سهل. غير كده الانجليزي مش محتاج. يعني دلوقتي الانجليزي بتاعي انا بتكلم اي كويس، بس في الايميل زي الزفت. عبد الله يشهد، ما بعتش ايميلات، انا ماليش انا في الايميلات، وبعدي 15 سنه. بس المهم وفي شغلانات كتير بالسيرتيفيكت ممكن تشتغل ريموت، تشتغل من البيت، مش لازم تكون قدام اي زول. ما في الناس سالوا. والحاجة الجديدة شات جي بي تي، لو ما بتعرفش انجليزي استعمل شات جي بي تي. استعمل شات جي بي تي، بتساعدك كتير. بس تعمل كوبي وبيست للسؤال بالانجليزي وتقول له جاوب، وبيديك الإجابة. يلا عشان انت تقدر تجاوب للناس لازم يكون عندك شوية انجليزي، شوية كلام عشان تقدر تتحرك. وفي لا في ناس سالت، قالت لي يا اسلام انت اتعلمت انجليزي ازاي؟ طبعا عبد الله يحكم على نفسه، انا بحكم على نفسي. انا لما جيت ما كنتش بكلم انجليزي، والواحد في مصر لما اتعلمت انجليزي كنت بتعلم ان هو اعدي الحصه الكلاس واخد الاي دي وامشي البيت وانسى. انا اقول لك طبعا دي الحقيقه، لما الواحد حط في الامر الواقع بتتعلم. انا لما جيت امريكا ما كنتش بتكلم انجليزي نهائي. قعدت تتعلم شويه شويه، تخش تشتغل في المطاعم، تشتغل في محلات الهدوم، تشتغل سكيورتي، تتكلم مع ناس. دي الطريقه اتعلمت بيها. طبعا رحت اخدت كلاسز بتاعت انجليزي برضو، يعني هتساعدك بس مش قوي. انا اللي ساعدني المعامله مع الناس اللي هو كاستمر سيرفيس. اشتغلت في المطاعم، اشتغلت في محلات، شويه شويه دخلت كده اسمع وارد تسمع حد يتكلم معاك روح واخد الكلام. اتعلمت الموضوع ده. وانا اصلا ما بحبش اتعلم يعني الانجليزي، بس زي ما قلت لك بالظبط لما تحط في الموقف هتلاقي نفسك اتعلمت بالعافيه. يعني انا امي الحمد لله ربنا يخليها، امي عجوزه جت هنا قديمه وعايزه تتعلم انجليزي، خدها اتعلمت دلوقتي بتتكلم انجليزي صح مكسر بس بتتكلم الحمد لله. انت رايك يا عبد الله؟ انا جيت امريكا وعمري 8 سنين، وانا حسي قربت لنص الثلاثينات، فبس عايش حياتي كلها هنا. فالانجليزي سهل ليا. هو قديم هنا. جيت وانا عمري 8 سنين من مصر. اخدتني سنة سنتين اتعلمت الانجليزي وسلكت معاها لحد ما وصلت ده حوايام. بقى المعلم عبد الله. فده يعني ده شايف عبد الله برضه شغال في الاي تي واشتغل سكيورتي. يعني لو لاحظت اي واحد بيجي البلد دي
جديد لجوء، كله بيمشي بنفس الطريق لحد ما يشتغل الفيلد اللي عايز تخش الاي تي. يعني هو شوف انا ما قابلته 6 سنين ما اشتغلت في الاي تي، بس لما يجي امريكا دخل المدرسه، اشتغل سكيورتي، اشتغل في المطاعم، اشتغل في حاجه زي دي كلها زي اي واحد. كله بيعدي بالمرحله دي. بعد ما تعدي من المرحله دي بقى تشوف انت عايز تشتغل ايه بالظبط. مجرد ما تحسن الانجليزي بتاعك شويه تشوف انت عايز تخش الاي تي، تخش سايبر سيكيورتي. بس نصيحه يعني يا عبد الله، الناس دي كلها اللي بتتفرج مفيش احسن من الاي تي، فلوسه حلوه لو بتحب الاي تي، بتحب التكنولوجيا والكمبيوترات وبتاع. شغل لذيذ سهل وفلوسه حلوه ومية مية. طيب نخلص الفيلم على كده. ده عبد الله يا جماعه، بجد لو الفيلم ده عجبكم اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وهكتب لكم تحت العنوان بتاع عبد الله اليوتيوب بتاعته. خش اعملوا لايك وسبسكرايب بقى، يعني عشان ايه؟ عشان تورونا ان انتوا بتتفرجوا. يعني ما احنا نحط الافلام دي وبنحطها في الشغل، وممكن الناس المدير يجي داخل علينا دلوقتي يقول لنا تعملوا ايه، فيعني بره يلا اعمل لايك وسبسكرايب ليا ولعبد الله، واكتبوا لنا في الكومنتس تحت نعمل لكم ايه المره اللي جايه. بيس، مع السلامه.